لو جالك كلاينت وطلب منك ان انت تعمل له ويب سايت، غالبا هيحصل مشاكل كتير قوي في الموضوع ده، لان كل واحد فيكم مش بيبقى عارف هو عليه ايه وليه ايه. ازاي بقى تهندل حاجه زي كده؟ هو ده موضوع فيديو النهارده. لو انت شغال فريلانسر اوفلاين وبيجي لك كلاينتس يطلبوا منك ان انت تعمل لهم ويب سايتس، في بعض البوينتس المهمه جدا لازم تاخد بالك منها. اول بوينت هي الكونتنت بتاع الويب سايت، الداتا الموجوده على الويب سايت، سواء مثلا برودكتس او اي داتا من اي نوع. الداتا دي بتاخد عمليه كبيره جدا في ان انت تدخلها في السيستم ده، فلازم الكلاينت يبقى فاهم ان دي مش التاسك بتاعتك وانت مش مسؤول عن دوت. يجيب حد تاني مسؤول بتاع داتا انتري مثلا ان هو يدخل البيانات دي. الجزء الثاني ودي اشهر غلطه هي الهوستنج والدومين. اغلب الكلاينتس بيبقوا متخيلين ان الهوستنج والدومين دوت سعرهم انكلودنج من السعر اللي احنا بنتفق عليه. الهوستنج والدومين ده سعرهم بيدفع كل سنه او على حسب البلان اللي اليوزر بيعملها او الكلاينت بيعملها، بس هو برضو لازم يبقى فاهم ان دي سيرفيس منفصله خالص عن السيستم اللي احنا بنقدمه. البند الثالث وده بند مهم جدا، عمليه الصيانه او التكنيكال سبورت بتاع السيستم دوت. لازم الكلاينت يبقى فاهم ان احنا مش معنى ان احنا عملنا له الويب سايت يبقى احنا نقعد مدى الحياه اللي احنا مسؤولين عن الويب سايت دوت. لا، الطبيعي ان احنا بنعمل عقد منفصل عن العقد بتاع الويب سايت دوت، بنحدد فيه مثلا سعر التكنيكال سبورت للسيستم دوت لمده 2 أو 3 سنين على حسب ما الكلاينت عايز او يسمح له بايه يعني. البوينت الرابعه ودي برده مهمه جدا، ان انت المفروض الشركه اللي انت بتعمل لها الويب سايت تمثل لك شخص واحد، ده اللي انت بتتعامل معاه، ده اللي انت بتاخد منه ريكوايرمنتس. يعني مش يوم بتاع السيلز يكلمك يقول لك انا عايز 1 2 3 وبعد كده بتاع الماركتنج يكلمك وبعد كده صاحب الشركه يكلمك. مفيش حاجه اسمها كده خالص. الشركه هتخلي لك واحد هو ده اللي انت هتتعامل معاه، والشخص ده حاول يبقى كل التعامل عن طريق الميل عشان كل اللي انت هتتفقوا عليه يكون دوكيومنتد وكل واحد عارف هو قال ايه بالظبط ومطلوب منه ايه. البوينت الاخيره هي حاول على قد ما تقدر تاخد انيشال بيمنت قبل ما تعمل اي حاجه، داون بيمنت كده، يعني على الاقل يكون من 25 ل 35%. لو انت مثلا هتعمل بروجكت دوت ب 10000 جنيه، قبل ما تبدا اي حاجه على الاقل مثلا خد 2000 ونص علشان تضمن حقك وان ما يحصلش اي مشاكل بعد كده. تقريبا دي اهم البوينتس اللي ممكن تخلي بالك منها وانت بتعمل فريلانسنج بروجكت اوف لاين. ده كان فيديو النهارده، وان شاء الله نشوفكم بكره على خير.